هاي، ازيكم كلكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بيكم في قناة بيت مارو. يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشرفوني على صفحتي في جروبي الانستجرام الرسمي بنفس اسم القناة بيت مارو ماروز هوم. ويلا بينا نبتدي وصفة النهاردة هنعمل وصفة حلوة قوي، هي طاجن الحمام في الفرن بالفريك. تمام. ايه اللي معايا جوزين حمام، ومعايا فريك. انا باخد لكل حمامة كبشتين ايد وبزود عليها كبشة اللي هتتحط في الطاجن. تمام. معايا بصلة متوسطة مفرومة، حط عليها ملح وفلفل اسود، بس كده. والحمام مغسول كويس جدا. تمام. هعمل ايه؟ هاخد حبة من البصل ده واحطهم على الحمام، هدعك بيهم كده الحمام كويس من جوه، علشان خاطر يتطعم بطعم البصل ده. البصل ده انا حاطه عليه ملح وفلفل. حابين تحطوا عليه عصرة ليمون بيدي طعم جميل برضو. بدعك كده الحمامة من جوه ومن بره بالبصل ده. تمام كده. الفريك ده على فكرة انا غسلاه ونقعته قد 10 دقايق كده في المية، غسلته نضفته كويس. تعالوا بقى بينا على النار. هجيب هنا حلة. تمام. هحط فيها معلقة سمنة، وهنزل ببقية البصل اللي معايا اللي انا فرماه. تمام. وهفضل اشوح البصل كده لحد ما يحمر شوية. اول ما يبتدي يحمر هنزل بالكبد والقوانص بتاع الحمام، ياخدوا تشويحتين كده. بعد كده هنزل بالفريك اللي انا غسلاه ونقعاه. اهم حاجة تغسلوا الفريك كويس جدا عشان بيكون فيه زلط صغير. بس هتفضلوا تقلبوا كده شوية لحد ما يحمر وياخد من طعم بعضه. بعد كده هطفي عليه واسيبه يبرد. هحط له بس شوية ملح وشوية فلفل اسود، بس كده. وشوية بهارات صغيرة، 7 بهارات، يعني طعموا الفريك بالأطعمة اللي انتوا بتحبوها. بس كده. هقلب تقلبتين وبعد كده هطفي عليه. مش هزوده مية ولا أي حاجة، هي تقلبتين واطفي عليه. تمام. ده الطاجن اللي أنا هعمل فيه الفريك. تمام. دي صينية بايركس اللي هعمل فيها الفريك. هحط الفريك في قعر الصينية. تمام. وطبعا أنا حشت شوية فريك للي هحشي بيهم الحمام. بس كده. هسيب الفريك كده وهسيبه على جنب لحد ما احشي الحمام واسلقه. في ناس ما بتسلقش الحمام وبتديه زي صدمة على النار كده، بصراحة انا بحب اسلقه. بصوا، انا عندي فيديو على القناة عن الحمام المحشي واللي محمر. هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. تمام. فمش هطول عليكم، انا هوريكم بس وانا بحشي حمامة واحدة بس للناس اللي ما شافتش الفيديو ده. تمام. بس مش هوريكم وانا بحشي الحمام كله، لان انا عاملة فيديو تفصيلي لحشو الحمام وتحميره. انا بحشيه كده الاول من جوه، بعد كده بحشي الرقبة. شايفين؟ حطيت قنصاية في الاخر وكبست الحمامة. هحشي الزور وكده يبقى تمام.
مش بحشيها قوي برضو، مش بخليها مكبوسة علشان ما تفتحش معايا. تمام كده. يلا بينا، انا هحشي الباقي وبعد كده هاجي على النار في حله، تمام، حاطه فيها ميه مغليه، هحط 3 حبات مستكه. تمام، المستكه بتحوش اي زفاره في اللحوم والفراخ والطيور عامه. تمام، وهحط لورا، ورق لورا. بعد كده هحط الحمام يتسلق معايا. هنا الحمام اتسلق. تمام، هبتدي احطه على الحمام. بيقعد نص ساعة او ساعة الا ربع يتسلق. تمام، مش اكتر من كده عشان ما يتهريش. يعني شايفين الحمامة ماسكة نفسها ازاي، ولا مفتوحة ولا مهرية ولا اي حاجة. هحط الحمام على الفريك مباشرة. تمام. بس كده، كده هما جاهزين للدخول للفرن، ما عدا خطوة واحدة. ايه هي؟ انا خدت كبشتين من شوربة الحمام، حطيت عصرت عليهم طماطمايه وحطيت عليهم ملح وفلفل. بس كده. هنزل بالشوربة دي اللي فيها طماطم وملح وفلفل على الحمام والفريك. هياخدوا الكمية كبشتين بالظبط. بس كده، ويدخل الفرن على درجة حرارة 180. ما تشغليش مروحة ولا اي حاجة، ولا تشغلي الشواية. سيبيه تلت ساعة هتلاقيه احمر والشريب اتشرب الشوربة وطاب وبقى تمام. وده شكل الحمام بعد ما طلع من الفرن. الطاجن تحفة، طعمه روعة على فكرة. خد اللون ده من غير ما افتح الشواية، وبجد طعمه تحفة جدا. جربوه على ضمانتي وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، هيعجبكم بجد وهتدعوا لي عليه. وشكرا ليكم، واللي لسه ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك من زرار سبسكرايب اللي تحت عشان نكبر عيلتنا. القناة دي والعيلة دي هتكبر بيكم انتوا. وشكرا لكل متابع فيكم، واشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.